راح. عندك ناصر ماهر بقى اللي ده لغز النهارده، بيلعب لنفسه كتير، عايز يجيب جون بس مالوش دعوه بالفرقه، ما بيلعبش مع الفرقه. مش عارف انت في ايه. انت ضيعت منك منتخب مصر، لازم ترجع تاني منتخب مصر بادائك الجماعي مش الفردي. انت هتجيب جون، انت مش مطالب ان انت تجيب جون، بس مطالب ان انت تلعب الفرقه وتعمل اسيستات عشان الفرقه تكسب. وبعد الاسيستات دي جبت جون، اهلا وسهلا. ما جبتش جون يبقى خلاص انت عملت اللي عليك، لانك انت اصلا في الاساس صانع لعب وبتلعب في حته مفروض ان انت ما تبقاش اللعب لنفسك، انت تبقى للفرقه. وبعد كده لما تبقى واحد على واحد اعمل اللي انت عايزه. جت انا بقول لك، ما جاتش خلاص. انما اللعب الفردي ده عايز تجيب جون عايز تجيب جون عايز تجيب جون وما بتفكرش في حد الا في نفسك، مخلي شكلك وحش. ومن ماتش الماتش بتقل، والنهارده طلعت وقبل كده كنت المفروض تطلع. العب للعب الجماعي اللي هو زي السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي فاتت قبل الاصابه، لما كنت بتمسك كوره كنت بتقلب الدنيا كلها. ليه؟ لان كنت بتلعب ايجابي مع اللعيبه وبتلعب مع الفرقه وعايز ان الفرقه تكسب، فكان بيبقى شكلك حلو قوي. السنه دي انت حاطط في دماغك ان انا اجيب جول. طب وبعد كده انتاجك طول المباراه بساط خرا. الكره بتتقطع منك بشكل وحش، الاستحواذ ضعيف جدا. حتى الانطلاقات بالكوره ما بقتش هي الانطلاقات بتاعت السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها. فعيد حساباتك تاني مع نفسك والعب مع الفرقه، وبعد كده الجون جه ما جاش عنه ما جه.